واش الإخوان والأخوات تحياتي لكم ومرحبا بكم. اليوم واحد الفيديو سبيسيال لائحة المنتخب الوطني المغربي اللي غادية تكون متواجدة في كأس أفريقيا اللي قريبة مبقاش ليها بزاف. شوفوا معايا اللائحة، غادي ندير واحد الرياكت على واحد الفيديو آخر مستجدات لائحة المنتخب الوطني المغربي. عجبك الفيديو وكنتي من عشاق الرياضة، كنتي من عشاق الرياكشن، دخل عندي البايو غادي تلقى واحد اللين ديال كيك، دخل عندي دير واحد الاشتراك، ما خسر حتى شي حاجة. إلا كنتي من عشاق الجيمين راني كندير الجيمين تما، وأيضا كندير فيديوهات ديال الرياكشن. دير واحد اللايك والمتابعة للصفحة، فعل داك الجرس باش يوصلك كل جديد. يلا معايا نبداو على بركة الله الرياكت ديالنا على لائحة المنتخب الوطني المغربي. نعم، انتبه لائحة المنتخب الجديدة واللي اختارها وليد لمواجهة كل من منتخب. النظر ديالكم الإخوان كيفاش غادي تكون هاد اللائحة ديال المنتخب الوطني المغربي الجديدة؟ واعطوني الرأي ديالكم. يعني راه ماشي بالضرورة وليد الركراكي هو اللي كيختارها هو المدرب ديال الفريق، ولكن حتى حنا كمتفرجين وكمغاربة راه كنعرفوا بعض الأسماء اللي مستحقة وممكن أن تتواجد في هاد الكان. تونس والبنين في مباريات ودية على ملعب فاس. اليوم غنتعرفوا بالتفصيل على اختيارات وليد وشنو قدم كل لاعب باش يكون في اللائحة، بالإضافة إلى آخر أخبار بعض اللاعبين وفين ممكن ينتقلوا الموسم القادم. الرأي ديالي بصراحة في الأسماء الجديدة أول حاجة صراحةً الإخوان بغيت نقدّم الشكر الجزيل يعني لهذا الشخص هذا اللي كيعطينا تحاليل ديال المباريات، أيضًا كيقدّم لينا أمور اللي كتخص كرة القدم، وخاصةً كيعطينا آخر المستجدات ديال المنتخب الوطني المغربي. دائمًا ملي كتكون شي مستجدات أولا شي حاجة جديدة كيحطها لينا. تحياتي ليك قصة بطل. نكمّلوا الفيديو على بركة الله. سنادي والعسال وعودة كل من العزوزي وآدم مسينا والوحدي، هذا بالإضافة إلى تفاصيل أخرى غتكتشفوها معنا في هذه الرحلة الطويلة. صراحةً الإخوان كاينين شي لعابة مشى ليهم المستوى ديالهم، ولكن بالرجولة يستحقوا أنهم يرجعوا للمنتخب الوطني المغربي من بعد ما قدموا أداء اللي جيد جدًا مع المنتخب مع الأندية عفوًا ديالهم. une fois كيرجع يعني اللاعب للمستوى ديالو، راه بطبيعة الحال وليد الركراكي راه ما غاديش ينساو، راه غادي يعيط ليه باش يكون كيتواجد في المنتخب الوطني المغربي، وحنا ما نبغيو غير أسماء اللي رائعة جدًا بطبيعة الحال. كنتمنى تكملوا معايا المقطع حتى للآخر لأنني متأكد أنكم غتستمتعوا به. لكن قبل غتسمحوا لي نقدم لكم بسرعة سبونسور هذه الحلقة واللي بزاف منكم غيحتاجوا، اللي كاينه تقريبا هي اللي متوفرة حاليا. المهم كما العادة نبداو بحراسة المرمى اللي الأمور فيها واضحة. ثلاث حراس في المستوى العالي: منير المحمدي اللي مقدم موسم تاريخي رفقة بركان توج فيه. صراحةً الإخوان منير بن محمدي صراحةً كيبقى ثاني حارس ممكن أن عنده الحق أنه يدخل، يعني في حالة ما إذا تصاب ياسين بونو، لأنه كيقدم صراحةً مباريات اللي رائعة. وهذا الشيء ما نساوش راه شفناه في كأس العالم قطر 2022، وأيضًا يعني المستوى الرائع اللي كيقدمه مع بركان هذه السنة هذه. بلقب البطولة وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وهذه أول ألقاب منير في المسيرة ديالو الكروية، والحمد لله أنه محافظ على مستواه، بل أكثر من ذلك أنه تطور على مستوى اللعب بالقدمين. ياسين بونو للأسف دوز موسم سيء مع الهلال على عكس الموسم السابق، ولكن في آخر المباريات رجع مستواه وغيكون واجد 100% مع المنتخب. مهدي بن عبيد أبان على مستوى خرافي منذ التحاقه بالوداد، وبين للجميع علاش دائما كان حاضر في لائحة وليد. المهم ثلاث حراس ما كاين اللي غيناقش في الاستحقاق ديالهم، وندوزو دابا مباشرة لاختيارات وليد في قلب الدفاع. منين تحطات اللائحة وانا كنحاول نفهم بعض الاختيارات، ولكن والو ما لقيت حتى شي مبرر. اولهم عبد الكبير عبقار. اولا غاب على اخر 7 مباريات مع ناديه بسبب الإصابة، يعني غير جاهز لا بدنيا. حاجة نورمال صراحةً بحال هاد الأمور هادي، فوا اللاعب يكون متعرض للإصابة وما لعبش واحد المدة اللي طويلة، علاش غنعيطوا للمنتخب الوطني المغربي؟ كاينين لعابة عندنا في البطولة أيضًا ما نساوهاش، وكاينين لعابة خارج البطولة اللي كيلعبوا مع أندية كبرى ممكن أنك تعيط ليهم. يعني إنسان ما لعبش 7 ديال المباريات راه حاجة باينة ما خاصوش يكون متواجد في لائحة المنتخب الوطني المغربي.
فنيا ولا تنافسيا. ثانيا عمرو كان مزيان مع المنتخب وجرب تيهما مرة ما جوج وكتعيط ليه وكيبقى فقط في مقاعد البدلاء. اذا علاش تم الاستدعاء ديالو الله اعلم. ادم ماسينا واخا شخصيا ما كيقنعنيش المستوى ديالو، ولكن على الاقل لعب مباريات كثيره في الدوري الايطالي اللي كان قوي هذا الموسم. والامر الايجابي ان فريق تورينو ما بقاوش كيلعبوا بنظام 3 في الدفاع بل بربعه، وهو كيكون كقلب دفاع ايسر وخاض مباريات ضد انديه قويه كالانتر ونابولي. هي ماشي مشكل اللاعب ما يكونش عنده مثلًا واحد المستوى اللي عالي واو، وإنما il faut كيكون لعب مع المنتخب يعني مع الأندية ديالو عفوًا، بعض المباريات بعدا كتكون عنده كيكون بعدا جاهز أولًا بدنيًا، نفسيًا وجسديًا أنه يلعب وممكن أنه يعطيك واحد الحاجة. روما. المهم كيبقى اختيار منطقي، فاللاعب جاهز بدنيا لكن خاص يجربوا ضد تونس او البنين باش نحكموا على مستواه مع المنتخب. أسامة العزوزي للأسف منذ العودة ديالو من الإصابة لعب 10 دقائق فقط ضد ميلان ودائما ما كيكون في مقاعد البدلاء، ولكن معيار الاختيار ديالو وكما قال وليد أنه كان مزيان كقلب دفاع في الأولمبياد بل كان ممتاز جدا. لذلك أنا العزيزي بالرجل الإخوان نويضي، ناضي صراحةً شوف كاين شي لعابة صراحةً والله تيستاهلوا أنهم يلعبوا، ولكن مع الأندية ديالهم دوماج راكم عارفين العنصرية واللي كيتعرضوا ليها مع النوادي ديالهم أكثريتهم، وخير دليل يعني غنعطيها نفتحوا واحد القوس بين قوسين، خير دليل إلا مشينا نهضروا على مثلًا ممكن إبراهيم ينفع على إبراهيم دياز على سبيل المثال، بالرجولة الإخوان، إبراهيم دياز كيتعد من بين أحسن اللعابة اللي ممكن أنك تدخّلهم كأساسيين، وشوفوا المستوى ديالو اللي لعبوا مع مثلًا على سبيل المثال اللي لعبوا مع ريال مدريد، كان كيدخّلو كيجيب ليه أهداف حاسمة أولا كيدخل ليه باصات حاسمة، ولكن مع الأسف شفنا أنه ما كيدخّلوش، ولهذا تعرّض لواحد الأمور اللي ماشي مزيانة مع النادي ديال ريال مدريد. وهذا الشيء هذا هو السبب اللي كيخليو أنه يطيح في المستوى ديالو، ولكن هذا الشيء ما كيدلش على أنك مثلًا ما تلعبوش في المنتخب الوطني المغربي، وإنما بالعكس يستاهل يلعب. هذه كتبقى وجهة نظر ديالي خاصة، واعطوني الرأي ديالكم حتى نتوما الإخوان، وقولوا لي أشنو بان لكم في هذا البلان هذا، حيت راه كاينين بعض الأمور الإخوان يعني كما كنقولوا حنا كنبغيو نغطيو الشمس بالغربال، وإنما بالرجولة ما خصهمش معنا في يتغطاو، هذا المركز وإنما خصنا نهضروا عليهم. إلا كان واجد بدنيا وإلى لعب دقائق كتر في بداية الموسم القادم. وصراحة حتى عاطفيا يستحق هذا الاستدعاء ونعطيه دفعة معنوية لأنه دار المستحيل. أول حاجة الإخوة أنا كنطلب منكم أنكم يعني تسمحوا لي، يعني أنا أول مرة كندير react يعني على مباريات هكا، يعني على لائحة المنتخب الوطني المغربي، بين قوسين لأننا مغاربة وكل واحد كيعطي وجهة نظر ديالو خاصة. أنا يعني ما معمقش في كرة القدم بزاف، يعني أنا كنتفرج كنشوف كنعرف لي بوست كنعرف اللعابة اللي غيلعبوا، ولكن يعني ما المحتوى يعني ما كنديرش محتوى ديال react يعني على المنتخب الوطني المغربي، أول مرة غادي نديرها. المهم إلا خرج مني شي حاجة راكم اعتذروا غاليين، سمحوا لي بزاف وعطوني الرأي ديالكم. باش يلعب في الأولمبياد وكان مصاب وقدم بطولة كبيرة وللأسف تعرض لإصابة مع المنتخب الأولمبي وغاب بسببها لمدة طويلة. جواد اليميق لم يتغير شيء في الوضعية ديالو، يلعب رفقة الوحدة السعودي اللي هبطوا بالمناسبة إلى الدرجة الثانية بعد موسم سيء جدا. جواد فنقدر نقولوا أن مستواه كان متوسط مع المنتخب في التجمع السابق. أما النقطة المضيئة في اختيارات وليد في هذا المركز فبالنسبة لي هو عبد الحق عسال، اسم جديد في الخط الدفاعي. استدعاء مستحق طبعا نظرا للموسم الرائع اللي قدمه مع النهضة البركانية وشهادة حق تفرجت فيه في العديد من المباريات. فهو قلب دفاع ممتاز كيجمع ما بين القوة والذكاء وكيتميز بقامة طويلة متر فاصلة 90 كتساعده في التفوق في الكرات الهوائية، كما أنه جيد في التحضير من الخلف والمشاركة في بناء الهجمات. وقدم هذا الموسم 4 تمريرات حاسمة، وعموما كيبقى حضوره في هذا الوقت مزيان في ظل غياب
غياب الركائز الأساسية بحال أكريد، وحتى بدون غيابات فاللاعب يستحق وأفضل حتى من بعض اللاعبين الآخرين. عموما كاملين خلعنا هذا المركز وكاملين غير مقتنعين 100% بهذه الاختيارات، ولكن فاش كتجي تشوف راه تقريبا هادشي اللي متوفر حاليا، وحتى اللي ما حاضرينش راه عندهم نفس المستوى تقريبا. من غير نايف اكيد، فما عندنا ما نديرو من غير نتمناو لهم التوفيق، وان شاء الله وليد يخلق لنا ثنائي قوي في التجمع. ندوزو دابا الأظهرة، ثاني اقوى مركز في المنتخب بعد خط الوسط نظرا لقيمة العناصر المتوفرة في هذا المركز حتى لو كانت الغيابات. اولا اشرف حكيمي اللي لم يغيب كما كان متوقع بسبب كأس العالم للأندية، وكما ديما كيعطي الأسبقية للمنتخب واخا الامر غيكون صعب عليه لانه غيلعب يوم 31 نهائي دوري ابطال اوروبا وغيجي للمنتخب، ومباشره من بعد غادي يرجع لناديه للمشاركه في كأس العالم للأندية. ولكن اتوقع انه يلعب غير مباراة تونس، وهذا امر مهم صراحة، فاحنا محتاجينه كقائد في المجموعة. المهم بلا ما نطولوا في اشرف. الرجل راه حاجة باينة. شوف أشرف حكيمي راه كيبقى من بين أفضل الأظهرة عالميا، ماشي غير في المنتخب الوطني المغربي. والمستوى اللي كيقدمو على باريس سان جيرمان راه حاجة باينة. كيحط لك الباسات، كيعطيك باس يعني قاتل. ممكن أنه يسجل، ممكن أنه يعني يدير بزاف ديال الأدوار، منها هجومية ومنها دفاعية، وفي بعض الحالات كنلقاوه حتى في وسط الميدان كيلعب بحال الجوكر. يعني أشرف حكيمي راه من بين أحسن اللعابة في المنتخب الوطني المغربي كظاهر. أنا أحسن بالرجولة من الآخر. ونشوفوا أحسن من مزراوي بالرجولة، أنا بالنسبة لي أحسن من مزراوي. اختيار وليد مرة أخرى لزكريا الوحدي. زكريا من الأسماء اللي متألقة بشدة في هذا الموسم مع فريق جينك البلجيكي، كيبصم على مستويات رائعة وأداء مستقر بشكل كبير، بحيث خاض مع ناديه في مختلف البطولات 40 مقابلة بمعدل 3400 دقيقة، ساهم فيهم بثمان. شوف الخوت بالرجولة، راه عندنا فريق في المستوى، عندنا فريق نجوم عالمية. ولكن الأساس من هذا الشيء كامل خاص انسجام وسط التيران. يعني ما تكونش واحد الحزازات بيناتنا من جهة، خاص يكون انسجام وسط الميدان. يعني اون فوا تكون تحت ليا الفرصة باش انني نسجل، ما كانش متاحة ليا واش صاحبي باش نعطيه الباس، خصني نعطيه الباس باش نماركي. الا مشينا بهذه الاستراتيجية راه واخا يكون عندك فريق ضعيف غيلعب مزيان. أهداف وتمريرتين حاسمتين. زكريا ما شاء الله تطور في الأشهر الماضية بشكل رهيب بدنيا وتقنيا، وقدر ينجح في مختلف الأدوار كظهير أيمن أو ظهير أيسار ووسط أيمن كذلك، وهادشي اللي دفع عدة فرق سواء داخل بلجيكا أو خارجها يحاولوا يتعاقدوا معاه في الانتقالات الصيفية. أكيد أن حضوره منطقي ولا يحتاج أي نقاش لأنه من أفضل الأظهرة المحترفين عندنا بشكل عام. أما يوسف بالعامري لاعب الرجاء فما نحتاجوش نهضروا على الاستحقاق ديالو في التواجد مع المنتخب، يكفي أنه لمرتين كيستدعي وليد لتعويض لاعب ما وكيجي وكيدخل أساسي، وجميع المقابلات اللي خاضها كان فيها مزيان كظهير أيسر. للأسف عاش موسم سيء مع الرجاء اللي دوزوا أحد أسوأ المواسم ليهم عبر التاريخ، ولكن إن شاء الله العام المقبل تكون انطلاقة جيدة سواء ليه أو لفريق الرجاء. عموما بالعمري جاهز بدنيا ويستحق التواجد بالعمري ناضي بالرجولة الخوت. في المنتخب، وممكن حتى يكون أساسي لأنه هو أكثر عنصر خدا ثقة وبيق رغم حضوره. أول اسم في خط الوسط هو سفيان أمرابط، وغنهضروا عليه بكل صراحة. أكيد أن سفيان واحد من اللاعبين المهمين وقطعة أساسية في المنظومة الدفاعية لوليد الركراكي في خط الوسط، ولكن ما يمكنش نغفلوا على أن مستوياته الأخيرة مع المنتخب في التجمعات السابقة كانت مخيبة بزاف، ونقدروا نقولوا أن البروفايل ديالو غير ملائم لسرعة أو للأسلوب الهجومي اللي باغي يلعب به وليد، وهذا الشيء اللي خلى فئة كبيرة من الجماهير المغربية يدخلها الشك حول القدرة ديالو في تقديم الإضافة وقيادة خط وسط المنتخب في المواعيد الكبرى القادمة وأهمها كأس إفريقيا. وحتى الأداء ديالو مع الفريق التركي فينرباخشة تراجع بشكل كبير، وللأسف بالرجولة الإخوان، شوف أمرابط كيلعب ماشي ما كيلعبش، ما غاديش نتناقشوا في هذا الموضوع. ولكن عطى في المواسم اللي فاتوا، ولكن مؤخرا المستوى ديالو طاح. بالرجولة كاينين اللعابة اللي غيعوضوه، كاينين اللعابة اللي غيعوضوه. لو كان ما عندناش اللعابة اللي غادي يعوضوه ما عندنا ما نديرو. بيرو ملي كيكونوا اللعابة اللي غيعوضوا لك واحد اللاعب في نفس البوست، يعني صافي علاش غتبقى تدخلو هو مع انه هو اللياقة البدنية طاحت ليه والمستوى ديالو طاح؟ هكا راه كتضيع كارير ديال الفريق كامل.
كيتعرض لانتقادات واسعة من المحبين والإعلام التركي على الأسلوب ديالو في اللعب الكلاسيكي وعدم مساهمته في تحضير الهجمات والبطء الشديد. وخا في بداية الموسم قلنا أنه تحسن شيئا ما في هذا الجانب مع مورينيو، ولكن للأسف لم يتطور أو لم يستمر على ذاك الأداء، وهذا الشيء واضح من الأرقام ديالو الضعيفة في هذا الجانب، بحيث في أغلب المباريات كيخرج بلا تمريرات مفتاحية أو كرات حاسمة للمهاجمين. وحسب ما أكدت بعض الصحف التركية بأن إدارة فينربخشة قررت ما تفعلش خيار شراء العقد ديالو، وبذلك غادي يرجع الفريق فيورنتينا الإيطالي بعد نهاية فترة الإعارة في أواخر هذا الشهر. والآن كيتداول الاسم ديالو في سوق الانتقالات بنادي زينيت الروسي لمهتمين بالخدمات ديالو، ومن المحتمل يتعاقدوا معه في الأسابيع القادمة. المهم على مستوى الجاهزية البدنية فأمرابط واجد 100% رغم أنه غاب لأربع مباريات في الدوري التركي بسبب الإصابة، لكن رجع ولعب 90 دقيقة كاملة أمام باشاك شهير. عموما وحسب رأيي الشخصي المتواضع أنا مع قرار تواجد أمرابط في اللائحة أكيد، ولكن كلاعب أساسي فيها نقاش صراحة، خصوصا في ظل المواهب والأسماء المتألقة في خط الوسط والأسماء الأخرى اللي غتلتحق بالمنتخب في التجمعات القادمة. نهضروا دابا على عودة أمير ريتشاردسون، لاعب ها هو أمير ريتشاردسون، أول حاجة كيلعب بذكاء، ثاني حاجة وسط ميدان ناضي أحسن من أمرابط، ثالث حاجة مازال صغير، رابع حاجة مفتاح وسط الميدان، يعني ما كيزربش ما كيتسرعش وناضي في وسط الميدان، أحسن من أمرابط بالرجولة. باش غندخل أنا أمرابط كأساسي ونخلي ريتشاردسون اللي عنده واحد الخدمات اللي رائعة وانتم حنا شفنا في المباريات اللي كيقدم. كيبصم على مستويات محترمة جدا وكيمر بمرحلة جيدة مع فيورنتينا، بحيث خاض في هذا الشهر جميع المباريات كأساسي في الدوري الإيطالي، وهادشي اللي كيخليه جاهز 100% على المستوى البدني، كما أنه تألق وقدم مباريات رائعة ضد بولونيا مثلا في الجولة ما قبل الأخيرة، سجل هدف وبان أيضا بشكل قوي دفاعيا بتفوق في 3 صراعات ثنائية من أصل 5 وإبعاده لإحدى المحاولات الخطيرة، وكان كذلك من أفضل العناصر في الفريق أمام نادي روما في الدورة 35، بحيث تحصل على تنقيط 7.2 بعدما قدم تمريرة مفتاحية وعرضية دقيقة للمهاجمين وخلق فرصة محققة للتسجيل، وسدد في 3 مناسبات وربح نصف النزالات الثنائية اللي دخل فيها. عودة أمير للائحة منطقية ومستحقة نظرا للتنافسية الكبيرة اللي ظهر بها في الأسابيع الماضية، ومن المنتظر يدخل منذ البداية في التشكيلة الرسمية في إحدى المباراتين ضد تونس أو البنين. وكرأي شخصي أمير من أكثر اللاعبين اللي كيعجبني المستوى ديالهم في خط الوسط، وكان كيحتاج فقط تأقلم مع الدوري الإيطالي اللي بالمناسبة كان من أقوى الدوريات هذا الموسم، وكانت فيه ندية كبيرة مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى. وأمير كما قلت لكم قدر أنه يدخل في هذه الأجواء في الدورات الأخيرة، وما نساوش أنه وصل مع فريقه فيورنتينا إلى نصف نهائي المؤتمر الأوروبي. أما دابا فغنفتحوا قوس عز الدين أناحي صح. بالرجولة الإخوان، ريتشاردسون خاصو يكون أساسي بلاصة أمرابط، يعني بلا ما نبقاو نغطيو الشمس بالغربال، من الآخر سالينا الهضرة في هاد النقطة هادي. صحيح أن اللاعب ما كانش موفق مع المغرب في المقابلتين الأخيرتين ضد تنزانيا والنيجر. والناحي الوحيد اللي تعرض للانتقادات ما عرفتش حنا الشعب ديالنا علاش، فين فوا واحد اللاعب كيكون عاطي كنبقاو له ويه ويه حنا ناضي كدا، نهار كيطيح له شويه د المستوى علاش دخلته، حنا منافقين اصاحبي، حنايا منافقين اصاحبي. حتى الدري راه واخا تيطيح له اللاعب راه، وليونيل ميسي اصاحبي طار ليه اللعب ديالو اصاحبي، كريستيانو طاح ليه اللعب ديالو، هادو اباطره في كرة القدم. اي واحد كيكون عنده واحد المستوى كينزل كيعاود يرجع كينزل كيعاود يرجع، بحال دبابات. كاين اللي كيكون في المستوى ديالو، كاين اللي ما كيكونش في المستوى، كاين اللي كيكون عنده مورا طايح، كاين اللي ما كتكونش راشقه له على اللعب، يعني ما نبقاوش نحكموا على بنادم. وهذا أمر كيبقى غريب صراحة، لأنه في الوقت اللي عنده تنافسية وبدنيا واجد وكيلعب دائما أساسي ومعدل دقائق مرتفع وكيقدم مستوى أفضل مع ناديه، في المقابل تراجع مع المنتخب، عكس فاش ما كيكونش مزيان مع النادي كيكون مزيان مع المنتخب. وللأمانة وباش ما نظلموش تراجع فقط في المباراتين الأخيرتين، ما عدا ذلك فكان مزيان. المهم عز الدين كيعيش أحسن فتراته وكيقدم مستويات كبيرة مع باناثينايكوس بعد ما سجل
5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات. في الجولات الأخيرة من الدوري اليوناني كيساهم باستمرار وكيخرج بتنقيط عالي، بحال مثلا في مباريات الملحق ضد نادي باوك أرقامه كانت مزيانة، سجل هدفين، عطى تمريرة مفتاحية وخلق فرصة محققة للتسجيل، سدد مرتين على المرمى وفاز بنصف الصراعات الثنائية وكان أعلى تنقيط ب 8.8. وأيضا ضد نادي آيك أثينا سجل هدف وساهم بفوز فريقه ب2-1 وكان نجم المباراة. وناحي ماشي فقط حقق أرقام رائعة ورجع للنسخة اللي كنعرفوه بها، بل أيضا حصد جائزة أفضل لاعب في الموسم في نادي باناثينايكوس ودخل ضمن التشكيلة المثالية في الدوري اليوناني حسب سوفا سكور ونجح في التأهل إلى دوري الأبطال. هو الآن فرحان بهذه الخطوة وتجربة الإعارة اللي كانت ناجحة، وكما أكد بنفسه بأنه كاين نقاشات مع إدارة الفريق للاستمرار معهم، ولكن هادشي غادي يحتاج مفاوضات مع فريق مارسيليا لتفعيل خيار شراء عقده بشكل نهائي. وحسب الصحف الفرنسية واليونانية كاين مفاوضات جارية بين الطرفين لتخفيض المبلغ اللي كيتقدر ب 11.5 مليون يورو. إذا هذه هي وضعية عز الدين أناحي الآن، اللي كنتمناو هاد المرة أنه يكون أفضل مع المنتخب باش يحيد الشكوك اللي خلى في آخر. أنا بعدا بالرجولة الإخوان، أنا أناحي كيعجبني. أنا أناحي كيعجبني طريقة الستيل ديالو، طريقة اللعب ديالو، الطريقة باش كيمرر الباسات، واخا تطيح له المستوى ديالو شوية ولكن راه غادي يعاود يرجع. يعني راه أي لاعب كيطيح له شوية المستوى كيعاود يرجع، فهمت؟ والناحية ما نساوش شنو قدم في 2022 الإخوة في قطر، مونديال قطر، لدرجة أن اعترفوا به كبار المدربين في العالم ومنهم لويس إنريكي. بالرجولة الإخواني، وما ننساوش عاوتاني ما نغطوش الشمس بالغربال. الرجل خصو يكون أساسي في المباراة، خصو يكون أساسي في المنتخب الوطني المغربي من الآخر. آخر مباراتين. أما على مستوى التنافسية أو الجاهزية البدنية فهذه أكثر فترة غيجي فيها للمنتخب وهو واجد 100% ولاعب دقائق كثيرة. بقاو لينا لاعبين في اللائحة في خط الوسط، الخنوس والسيباري، اللي هما أكثر وحدين كيستحقوا حاليا الأساسية وماشي التواجد في اللائحة، ومرشحين باش يلعبوا منذ البداية ضد تونس والبنين نظرا للموسم الرائع اللي كيقدموه مع الأندية ديالهم والظهور المتميز ديالهم مع المنتخب في التجمع السابق بعد ما سجلوا هدفين حاسمين وحاجة نورمال الإخوان بانوا صراحة، السيباري مع الخنوس بالرجولة الإخوان ضد ناضين. النيجر وخلاونا نخرجوا متفوقين ب2-1. نبداو ببلال الخنوس اللي داير موسم رائع مع ليستر سيتي رغم نزولهم للدرجة الثانية، بحيث كيتعتبر من النقاط المضيئة في الفريق وكان من أهم اللاعبين بالنسبة للمدرب الهولندي فان نيستلروي، وهادشي كان واضح من معدل الدقائق اللي خاضهم معاه لأنه لعب كل المقابلات كرسمي منذ تعيينه كمدرب فني جديد. المهم بلال خرج بأرقام محترمة بعد ما سجل 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة وكان تنقيطه عالي في عدة مقابلات بحال مثلا ضد ساوثهامبتون. صراحة خوتي أنا كيعجبني صراحة الحال ملي كنشوف اللعابة ديالنا ديال المنتخب ما شاء الله عليهم كيعطيو في الأندية. أنا كيعجبني الحال حيت يجيو للمنتخب الوطني المغربي يكونوا بنفس الأداء، يلعبوا بنفس اللياقة، يلعبوا بنفس الثقة. في الجولة 35 قدم مقابلة كبيرة بعد ما عطى تمريرة حاسمة وخمس كرات مفتاحية، خلق فرصة محققة للتهديف، سدد 6 مرات على مرمى المنافس منهم واحدة على القائم وكان نجم المباراة بتنقيط 8. المهم أن بلال استغل الفرصة ديالو مزيان وبين على الإمكانيات ديالو الكبيرة، ومن الصعب أنه يستمر مع ليستر سيتي في الموسم القادم بعد النزول ديالو، خصوصا أنه عنده اهتمام من عدة أندية مميزة في إنجلترا كأرسنال، نيوكاسل، أستون فيلا، وأيضا خارج إنجلترا كلايبزيغ الألماني ومارسيليا الفرنسي. المهم أنه غيكون مطلوب بشدة في سوق الانتقالات. أما إسماعيل فبلا شك أنه واحد من أفضل اللاعبين في المنتخب حاليا وأكثر استقرارا ونجاحا هذا الموسم بتقديمه لمستويات هائلة مع ايتهوفن والمساهمة في تحقيق الدوري الهولندي على حساب الغريم أياكس بعد ما فازوا في آخر جولة على سبارتا روتردام. أرقامه ما شاء الله كتوضح التأثير الكبير في تتويج فريقه باللقب 26، بحيث سجل 11 هدف وقدم 11 تمريرة حاسمة، وهادشي راه فقط في الدوري الهولندي، وكان حاسم وكيشارك تهديفيا باستمرار في آخر الجولات بحال أمام نادي هيراكليس في الدورة ما قبل معايا اللهم بارك على السيباري يا صاحبي. شوف كيفاش اسماعيل السيباري ناضي. شوفوا الأداء اللي كيقدموا مع
مع اندهوفن بالرجولة. الأخيرة واللي خطفوا فيها الصدارة على أياكس، سجل هدفين وعطى 3 تمريرات مفتاحية وكان ثاني أعلى تنقيط ب 8.7، وتحصل كذلك على جائزة رجل المباراة أمام ألمير سيتي في الجولة 29 بعد ما سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة. سيباري فعلا أحد نجوم الموسم في أيدهوفن بالفعالية ديالو التهديفية والأكثر مساهمة في الفريق ب 26 هدف ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، كما أنه مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي بعد ما دخل للقائمة النهائية اللي كتضم 5 عناصر في انتظار نتيجة التصويت. المهم اسمين ما كيحتاجوش نهضروا على الاستحقاق ديالهم أو الجاهزية ديالهم البدنية، باختصار وبكل بساطة هما من أفضل المحترفين المغاربة حاليا. أما أسامة تيرغالين فللأسف ما كيمرش بفترة مزيانة مع فاينورد الهولندي، بحيث منذ انضمامه للفريق في الشتاء الماضي لعب فقط مباراتين كأساسي في الدوري الهولندي بسبب الإصابة اللي تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية اللي خلاته يغيب عن 5 مباريات، وهذا الشيء أثر على استقراره داخل الفريق وعقد عليه المأمورية بالمنافسة على الرسمية بعد مرحلة التعافي. وهذا الأمر كيكون صعب جدا على أي عنصر يلاه التحق بنادي جديد وكيحاول يفرض الشخصية ديالو والجودة ديالو باش يقنع المدرب للدخول في مخططاته، وكتجي الإصابة كتخربق كل شيء وكتغير الموازين. ولكن واخا التنافسية ديالو قليلة إلا أنه ما كاين حتى شي شك في إمكانياته الفنية والبدنية، وكيبقى لاعب بمواصفات عصرية ومختلفة، وهذا الشيء بان في الأولمبيات وفي الدقائق المحدودة اللي خاضها مع المنتخب الأول، بحيث قدم مردود محترم وظهر بصورة جيدة كتخليه يستحق فرص أكبر في المواجهات المقبلة. بالرجولة راه كاين شي لعابة صراحة مزيانة مزيانة، أنا تعطاهم الفرصة صراحة يلعبوا ولو واحد 10 دقائق ولا ربع ساعة في الماتش، ولكن هكا باش كتعرف اللياقة ديالتهم كيفاش دايرة، يعني باش كتعرف المستوى ديالهم واش ممكن انه يعطوك شي حاجة واش ممكنش. اما اللائحة الرسمية يعني راه باينة بالرجول. المكان ديالو في اللائحة كيبقى في خطر، خصوصا بعد عودة جميع اللاعبين والتحاق آخرين بمركز خط الوسط، غيولي صعب عليه التواجد في اللائحة إلا بقى بنفس الوضع. وكنتمنوا ليه كل التوفيق إن شاء الله، لاعب ممتاز ويستحق الأفضل. انتهينا الآن من خط الوسط وندوزو مباشرة لاختيارات وليد الركراكي في خط الهجوم. نبداو بإبراهيم دياز اللي للأسف دوز موسم سيء جدا مقارنة بالعام الماضي، لا على مستوى معدل الدقائق ولا المساهمات التهديفية وحتى المستوى الفردي داخل الملعب. وصراحة راه جميع اللاعبين في رياض قدوم المدرب الجديد لريال مدريد ألونسو، وأكيد لا شك في إمكانيات إبراهيم طبعا وشخصيا. بالرجول يا اخوان. ابراهيم دياز بالرجول خص تعطاه فرصة. ابراهيم دياز خصو تعطاه فرصة، لاعب ناضي، لاعب عنده امكانيات، عنده حضور، انفو كيدخل راه كيعطيك شي باصات ناضيين، كيدخل كيبدل المجرى ديال المباراة. ولكن ما كانش معطيلو الحق في ريال مدريد. انا كنشوف بعدا اللاعب اللي ما يكونش معطيلو حق في اي نادي من النوادي كيف ما بغا يكون، يبدل يبدل من الاحسن تجي شي فرصه باش انه يلعب مع شي نادي، يمشي يبدل يلعب معاه بالرجول. ريال ما ابراهيم دياز ماشي طاح ليه المستوى ديالو، وراه بطبيعه حتى الا طاح ليه بطبيعه الحال غيطيح. واش انت عباد الله لاعب ناضي كتجي كتدخلو ليا حتى الدقيقه، تبقى لك واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق كتدخلو في التيران، اش غيعطيك؟ شنو غيعطيك؟ وهنا باش كتبان العنصريه. كان كيلعب في الاول نهار فاش جا المنتخب المغربي ومع هذا المدرب ديال ريال مدريد ما بلانش. نتمنوا انه يدير شي بلان صراحه، نتمنوا ان تشافي الونسو صراحه مع ريال مدريد يعطيه واحد الفرصه باش انه يلعب، حيت بالرجوله ناضي اللاعب. ابراهيم دياز واعر. كنثيق في المستوى ديالو بزاف، وهذا ما غيكون الا موسم عابر فقط. اما بالنسبه للاصابه اللي خرج بها في اخر مباراه، فوليد قال في الندوه الصحفيه انها اصابه خفيفه وغيكون جاهز ان شاء الله لمواجهه تونس. الاسم الثاني الياس بن صغير، وللاسف كيعيش وضعيه صعبه بفقدان المكانه الاساسيه في نادي موناكو، وتراجع مستواه بشكل كبير بحيث خاض فقط مقابلتين كرسمي في الشهر. ها اللي كنقول لكم، ها اللي كنقول لكم راه ان فوا الاخوان، ان فوا واحد اللاعب كيكون كيلعب بواحد المستوى وكيمشي تمشي ليه المكانه ديالو في واحد البوست، راه اوتوماتيك غادي يطيح ليه المستوى. علاش؟ اول حاجه كيتدمر نفسيا، لانه كيكون اللي يلعب مزيان شويه كيجي واحد كيدير ليه المكانه ديالو،
اوتوماتيك غادي يطيح ليه المستوى ديالو، ولكن هذا ما كيدلش على أن صافي ما لعبش يعني أساسي، يعني راه ما بقاش كيعطي، لا بالعكس. الأخيرين وأرقام على مستوى الصناعة والتسجيل كارثية، بحيث ما ساهم في حتى شي هدف من بعد التوقف الدولي الأخير اللي كان في شهر مارس. للأسف أداء اللاعب مقلق جدا وبعيد كل البعد على إلياس اللي كنعرفوه ديال بداية ومنتصف الموسم، بالحركية ديالو الرائعة في الجهة اليسرى ووسط الملعب، وفعاليته التهديفية بعد ما كان محقق 9 أهداف و4 تمريرات حاسمة، لكن الآن تراجع بشكل كبير. صحيح أن كل المؤشرات الحالية كتوضح بأن بن صغير غير جاهز تنافسيا، ولكن أولا من الصعب الاستغناء على لاعب اللي بنيتي عليه الأسلوب ديالك الهجومي الجديد، ولا يمكن استبعاد لاعب بهذه الإمكانيات العالية، خصوصا أنه كان حاسم في أغلب المباريات السابقة للمنتخب. وكنتمناو أنه تكون هذه فقط فترة فراغ وغدوز إن شاء الله. أسامة الصحراوي كذلك على مستوى المساهمات التهديفية ناقص بزاف، وهذا الشيء راجع لقلة الدقائق اللي كيخوضها، فأغلب المباريات كيدخل في 20 أو 30 دقيقة الأخيرة، ومنذ آخر تجمع في شهر مارس حتى الآن لم يساهم في أي هدف. راجع في بداية ومنتصف الموسم، ولكن في المباريات الأخيرة كيبصم على أداء عالي، وكان مؤثر في أهم فترة لفريقه بيتيز الإسباني بعد ما تألق في المواجهة الأوروبية في بطولة المؤتمر الأوروبي، بعد ما قدم مباراتين في المستوى العالي في النصف ضد فيورنتينا، سجل هدف في الذهاب وآخر في الإياب، وكان حاسم ومؤثر بشكل كبير في تأهل الفريق الأندلسي إلى النهائي. كما أنه كان متميز في آخر جولات لا ليغا بعد ما سجل ضد بلد وتمريرتين مفتاحيتين وخلق فرصة محققة للتسجيل. استفاقة عبد الصمد في هذا الوقت مهمة بزاف، وكانت بالرجل الإخوان بعدا، حيت كيكون عندك جوج ديال لي بوست في واحد القنت، بن صغير مع عبد الصمد الزلزولي كيلعبوا في نفس البلاصة. يعني حتى لا بن صغير مثلا طاح ليه المستوى، خص الزلزولي يكون قمة المستوى ديالو، باش هكا يكون واحد ليكيليبراج ما بين اللعابة. أما إلا كانوا طايحين لك بجوج في الريتم ديالهم، يعني هذه هي اللي مشكلة. متمناو يبقى ونتمناو صراحة أنه يرجعوا فاش يبغوا يلعبوا مع المنتخب، تكون رجعت لهم اللياقة ويلعبوا بواحد الحيوية اللي زوينة، ويقدموا واحد الأداء اللي رائع كيشرف المنتخب. استمر في هذا المستوى حتى كأس إفريقيا. أكيد العودة ديالو للفورما غادي تعطينا حلول كثيرة هجوميا في الجهة اليسرى وفي عمق الملعب، التوغلات ديالو اللي كتخلق مشاكل لدفاعات الخصوم، وذكاء كذلك في التحصل على الكرات الثابتة اللي كتعتبر الآن سلاح كبير لتحقيق الأهداف. وما نساوش أنه كان مزيان ولا بأس به في التجمع السابق. وفي الأخير هذا كيبقى استدعاء مستحق طبعا، وهو جاهز 100% من جميع النواحي. المهم نهضروا دابا على اختيارات وليد الركراكي في مركز رأس الحربة: نصيري، إيغامان، سنادي، رحيمي والكابي. نصيري نقدروا نقولوا أنه تراجع مستواه مقارنة ببداية الموسم، بحيث منذ التوقف الدولي الأخير سجل هدفين فقط، ولكن في المجمل وفي الموسم كامل سجل 28 هدف و7 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات. ولكن مع المنتخب للأسف كحال سفيان أمرابط تقريبا، بروفايل ديالو أصبح غير ملائم لأسلوب المنتخب، وهذا الشيء ظهر ضد النيجر وتنزانيا. عندنا كذلك عودة أيوب الكعبي بعد الغياب ديالو في آخر تجمع. أيوب على مستوى التنافسية فهو مزيان، لأنه في هذا البوست بالضبط هو اللي عندنا فيه إشكالية. هذا هو البوست هو اللي عندنا فيه إشكالية صراحة. جوج ديال اللعابة اللي كانوا كيعطيو فيه طبيعة مزيان، يعني كنهضر لكم على المواسم اللي فاتوا، منهم الكعبي ومنهم الرحيمي، سفيان الرحيمي. يعني هادو جوج د اللعابة اللي كانوا كيعطيو مزيان. مي في هذا الموسم هذا صراحة كاين هانتوما 5 ديال اللعابة كاينين في راس حربة، ولكن نتمناو أن نلقاو شي واحد اللي فوت تجيه الفرصة بالرجولة ما يزقلهاش. الموسم لعب 3300 دقيقة، سجل فيهم 27 هدف و7 تمريرات حاسمة، ونجح كذلك في الفوز بكأس اليونان. أما إيغامان فقلت الدقائق ديالو بشكل واضح مقارنة ببداية الموسم، ولكن بالرغم من ذلك التأثير ديالو كبير في ناديه رينجرز، وقدر أنه يسجل في إحدى مباريات الملحق ويوصل للهدف السادس عشر له في هذا الموسم. حصيلة تهديفية رائعة جدا بالرغم من قلة الدقائق، وأول موسم له احترافي بأوروبا. أما
أما مع المنتخب فما نقدروش نحكموا عليه صراحة، لأنه في التجمع الأخير ما لعبش دقائق كثيرة وكان كيدخل في آخر الدقائق فقط. رحيمي لم يتغير شيء، كيلعب وكيسجل، وحتى هو حاضر رغم المشاركة ديالو المرتقبة في كأس العالم للأندية. وبين قوسين وكملاحظة، دائما فاش كيكون مستوى المنتخب الهجومي أفضل كيكون رحيمي كرأس حربة. أما بالنسبة لمروان سنادي فبكل صراحة مازال ما قنعنيش 100% مع ناديه بلباو، وللأسف يتجاهز 100% وكيلعب دائما وكيبقى بروفايل مختلف تماما على. أما الإخوان لهنايا غادي نساليو يعني الرياكت ديالنا، وفقط أنا للتوضيح الإخوان بالرجولة، أنا غادي نقول لكم غير واحد الحاجة، أنا غنقول لكم غير واحد الحاجة بالرجولة. هاد الأسماء هادو كامل اللي شفنا، وهاد الأمور كامل اللي شفنا، حاجة وحدة اللي كنتمناو صراحةً هي يكون المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي يشرفنا، يلعبوا بجدية، يلعبوا بواحد الحماس، يقدموا لنا واحد المباريات اللي يخلونا ما ننساوهاش بطبيعة الحال في النفوس ديالنا، لأن كاع الشعب المغربي راه اون فوا كيكون المنتخب المغربي راه اللي عنده شي حاجة كيخليها كيمشي يتفرج. نتمنى أن المباريات الجايين يكونوا في المستوى، ونتفرجوا في واحد المنتخب اللي تفرجنا ليه في 2022 واللي ما قدرش أنه ينساوه بزاف ديال الناس في العالم العربي، ماشي غير في ماشي غير في يعني في العالم العربي وفي العالم اون جينيرال، لأنه قدم واحد المستويات اللي رائعة، وقدر أنه يحصل على المرتبة الثالثة في كأس العالم وما أدراك ما كأس العالم. المهم إلى هنا الإخوان، غنقول لكم تهلاو ليا في راسكم، تهلاو ليا في راسكم، بيس ليكم. نتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم، ديروا واحد اللايك، فعل داك الجرس باش اين فوا نحط شي حاجة يوصلك الجديد. تهلاو.